ده حتى ضربه الجزاء انا شاكك فيها، يعني ضربه الجزاء انا كاهلاوي قاعد بره بتفرج عليها مش مصدق ان ممكن يحسبها. ان انا لما هبتدي من ورا احس ان النادي الاهلي عمل كارثه في نفسه لما يمشي محمد عبد المنعم. ليه؟ يعني انا ماشي واحد هو اهم لعيب في القاره كلها بيلعب في خط الدفاع، وماشي اليو ديانج، وماشي حمدي فتحي، وماشي احمد عبد القادر، فضيت الفرقه كلها وارجع اقول ايه؟ انا عايز اجيب لعيبه. طب ليه؟ طب ما انا كانت الناس بتاعتي موجوده. كولر ده يا جدعان قلنا ان هو عنده مشكله فنيه، بس هنرجع تاني من الاول. لما كان اليو ديانج قاعد على الدكه كنت انا ببقى مستغرب ازاي يبقى عندنا لعيب زي اليو ديانج ومارسيل كولر مقعده على الدكه. فانت يا كولر زهقت لعيبه كتيره، يعني انت كمدير فني للنادي الاهلي زهقت لعيبه كتيره وخرجتها بره النادي الاهلي. يعني لعيب زي حمدي فتحي لما انت تستغنى عنه ليه؟ لعيب زي اليو ديانج ليه؟ احمد عبد القادر ليه؟ انت مثلا جايب رضا سليم وكنت جايب القندوسي. في لعيبه في النادي الاهلي انا مستغرب انت عملت معاها كده ليه؟ كهربا احنا جايبينه نجم جامد جدا وكان في افريقيا مكسر الدنيا، احنا موتناه. عمر الساعي الراجل جايبينه عشان يلعب كوره مقعدينه دكه. فانت لو انت مش عايز الناس دي انت جبتها ليه؟ وبعدين معلش يا جماعه ايه الملل ده؟ ايه الاحساس ان انت عندك رئيس نادي مش عايز يصرف وعندك مدير فني ما بيلعبش اللعيبه اللي انت بتجيبها؟ والغريبه يا جماعه ان انا لو معايا اليو ديانج ده انا هحطه كده في نص الملعب وهبني الفرقه عليه. فانا مستغرب النهارده ليه لعيب زي عمرو السوليه قاعد بره؟ انت بتلاعب كريم ندفد على عمرو السوليه. متخيلين يا جماعه قد ايه احنا في حاله من العبث الكروي جوه النادي الاهلي؟ يعني انا لو مدير فني وهلعب على الدكه وجنب عمرو السوليه واي لعيب تاني انا هلعب بعمرو السوليه لان هو من اهم اللعيبه اللي بتلعب في الحته دي في افريقيا. ليه انزل كريم ندفد؟ كريم ندفد ده ابن مين في البلد عشان يلعب على عمرو السوليه؟ يعني كريم ندفد ده مين ابوه في البلد دي عشان يلعب كوره في النادي الاهلي؟ الراجل ده بقى له 12 سنه بيلعب كوره في النادي الاهلي، مفيش مره قدر يقنع جمهور النادي الاهلي ان هو لاعب عنده كوره. 12 سنه الراجل ده بيلعب جوه النادي الاهلي، مفيش مره حسيت ان انت عندك لعيب اسمه كريم ندفد. يعني بحس ان المديرين الفنيين اللي قاعدين بره عندهم مشاكل كبيره جدا. برضو هرجع اقول لك ان الشناوي انت عايز ايه؟ يعني انت مش عايز تقعد وعايز تلعب، طب العب يا كابتن. محدش قال لك حاجه وانت اجمد جول. محدش بينسى ان انت عملت مع النادي الاهلي انجازات. محدش ينسى ان انت عوضتنا عن الفتره السيئه اللي عشناها مع شريف اكرام. تلعب يا كابتن. مش قادر تكمل في النادي الاهلي اطلع وخلي مصطفى شبيري يلعب. عندنا حراس مرمى كويسين جدا. ان انا لما هبتدي من ورا احس ان النادي الاهلي عمل كارثه في نفسه لما يمشي محمد عبد المنعم. ليه؟ يعني انا ماشي واحد هو اهم لعيب في القاره كلها بيلعب في خط الدفاع، وماشي اليو ديانج، وماشي حمدي فتحي، وماشي احمد عبد القادر، فضيت الفرقه كلها وارجع اقول ايه؟ انا عايز اجيب لعيبه. طب ليه؟ طب ما انا كانت الناس بتاعتي موجود. انا رايح كاس عالم، انا هلاعب مثلا مانشستر سيتي، هلاعب انا عندي يا جماعه انديه عالميه هلاعبها، لازم انا اكون قريب من الكواليتي بتاعهم. مش هقول لك ان انا ابقى جامد زيهم والكلام اللي احنا بنضحك بيه على بعض، بس لازم اكون انا برضو قوي. يا راجل اتفرج على الاهلي بيجي لي تسلخات قسما بالله. انا بقيت اتفرج على الاهلي دلوقتي بحس ان الحياه كلها سود. يعني الحاجه الوحيده في البلد دي اللي بتفرحنا النادي الاهلي بقيت احس ان فيها صعوبه، في مشكله عند النادي الاهلي. عارف انت بسم الله الرحمن الرحيم ناخد الكوره نحدفها يا راجل النهارده فاركو اخطر من النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي طالع يقول لك ان النادي الاهلي كان ند وكان يا جدع عيب عليك يا جدع. ده فاركو راح بثلاث كور بثلاث اجوان. ده حتى ضربه الجزاء انا شاكك فيها، يعني ضربه الجزاء انا كاهلاوي قاعد بره بتفرج عليها مش مصدق ان ممكن يحسبها. ليه اصلا؟ ليه احط نفسي في الوضع ده؟ وليه اخد نقطه من فاركو؟ انا شايف من وجهه نظري ان هم كانوا اقوى مننا في الماتش. محدش بقى يقول لي لجنه كوره ولجنه تخطيط والكلام ده كله. فين يا عم؟ احنا بقالنا كده خلاص القيد هيتقفل وما اعلناش عن صفقه.